عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم منوعات اخر هنقول احنا فين. اكيد بتشبهوا على القمر اللي معايا دي بنت الشيخ محمد، صح؟ بنت الشيخ محمد. اول لما جيت ما عرفتهاش. المهم النهارده هنعمل جوله عند الشيخ احمد، نبين لكم النهارده القماش اللي انتوا بتقولوا عليه خفيف وتقيل في 3 دي، عشان الكل مستغرب ازاي المتر عنده 35 جنيه. انا هعرفكم النهارده الفرق ما بين الاثنين، وهنعرف الوزن بتاع القماشه اللي 35 دي 3 دي جاكور، مقاسها والملمس بتاعها والتقل بتاعها قد ايه. هنتعرف على كل دوت مع الشيخ احمد ونقول بسم الله. ومعانا روضه القمر دي، ادعوا لها ربنا يهديها كده ويصلح حالها عشان تبقى اموره على طول. قبل ما ابدا مع الشيخ احمد، انا حتى والله العظيم ماسكه الخامه بايدي اهي، دي التقيله. في اهو اللي هو الجاكور، اللفه زي ما انتم شايفين. انا اتكلمت على الحاجات دي في الازهر، اللفه بتاعتها بتبقى مليانه. وال الوزن اهو، الوزن 305 جرام. لا 15 كيلو يا عم. انا الوزن اهو ماشي اهو 305 جرام، مش الوزن اهو يا عم الحاج. تمام 305 جرام. 15 ممسوح. هجيب لك الخمر لو 305 جرام ده مش مستحيل. امال ايه الوزن هنا؟ هجيب لك انا الوزن. امال ايه اللي 305 جرام في التاني ده؟ معرفش، يمكن غلطانين. يعني هو هنا الوزن قائم 15 و3 كيلو جرام. يعني الوزن بتاع التوب 15 كيلو. ايوه كده تمام. من الاخر قلت انا لا، هو معرفش ايه بقى هنا. طب ايه 305 جرام وزن المتر يعني؟ عايز قد ايه؟ ماشي. مع التوب بيبقى 50 متر. تمام. احنا قلنا لكم كده الوزن بتاع التوب 15 و300 جرام، يعني 15 كيلو 300 جرام. ده بالنسبه لده. انت جايب حاجه خفيف؟ جايب توبين خفيف. جايب توبين عشان خاطر نبين لهم. طب اتفتحوا ولا لسه؟ فتحتهم. طب بالورقه عليهم عشان نقول لهم الوزن؟ لا والله ده انا بعت منهم، وفي زبون ما عجبتوش الخامه عشان كده. ما عجبتوش الخامه؟ طيب ماشي. نشوف برضو يا بنات، انا ببين لكم الفرق عشان الناس اللي بتتكلم على 2 جنيه. انت ليه بتبيع ب 35 بدل ايه؟ اهلا وسهلا. ده خفيف. ده باين قوي من الشكل اصلا انه غير. تمام. لو كان التيكت موجود كنت والله وريته لي. وادي من خفيف قوي. بصي نفس الرسمه. ماشي. ادي البيت في العرض اهي. ما هي نفس الرسمه اهي، بس دي 3 دي. ايوه كده. دي 3 دي. وادي اهو دي الخفيفه. ودي الخفيفه. طب الخفيفه هتبيعها ولا مش هتبيعها؟ هبيعها. بكام بقى المتر؟ المتر بتاعها ب 32 جنيه. ب 32 جنيه لو عندك خفيف. انت بتقول انا جايب توبين بس. جايب توبين بس. تمام. والتقيل ب 35 زي ما احنا. بقول لك بكام المتر؟ ده كده خامه تقيله. امسكي اهو. وانا كل خامه همسكها. ماشي. كل خامه. انا كده بمسك الخامات من غير اي حاجه، من غير ما حد يقول لي امسكيها ولا تشوفي الخامه. يا مدام انت كده. تمام. ملمس الخامه اول ما تمسكيه هتعرفي انا بتكلم في ايه او ازاي. ملمس اهو، حتى غير الملمس التطبيقه بتاعته تقيله مش خفيفه. انا بينت الكلام ده والله وانا في الازهر، وببينه لكم اهو عند التاجر ب 35 زي ما احنا. 35 زي ما احنا. يعني الناس كلها عرفت انك كسبان 2 جنيه بس. الحمد لله. ماشي. عشان بس ما حدش يتكلم على 2 جنيه. ده كله بيتكلم على 2 جنيه ازاي اصلا؟ ايوه بيمشيها ب 2 جنيه. والله ناس كتير بلاقي ذكر اسماء، والحمد لله خلينا ناس كتير تشتغل بنفس السعر برضه. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. بس هو ربنا يبارك في القليل يا رب. ما هو 3 دي بس. هو في نوعين كنا بنبينهم في الفيديو ده، في خفيف وفي تقيل. فده التقيل ب 35، والخفيف هو بيبيعه ب 32. ده اذا جاب منه اصلا، لان هو جايب توبين بس. ماشي. هو احنا بقى واقفين نمسك الخامات بس. انا واقفه امسك الخامات بس. انا والله ده ماسكك الخامه عشان بس المصداقيه. ده انا ما شفتش الرسمه وامال امسك الخامه. انا عشان المصداقيه. طب اللي انت فكيته تمام ماشي. بصوا يا جماعه، والله انا سبته يكمل تقطيع للناس، وهنكمل دلوقتي مع بعض الاشكال وهوريكم الخامات وكل حاجه. بس ايه، صبرا عليكم. بس حطوا لايك وسبسكرايب للقناه. لو اول مره تشتركي في قناتي فعلي الجرس ليوصلك كل جديد. لا اسم العصاية. انا مش هتكلم كتير. بصوا والله ما هتكلم كتير. هو احمد على طول بيصور معايا وانت ما بتصورش، بس الناس لازم تعرف انتوا ما بتصوروش ليه. لا والله ابدا. ربنا يسعدكم ونعيم الله. الله يستر عنه عليك. ما هو مش فاضي. انا قصدي ان هو مش فاضي. وبصوا اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك.
قسما بالله انا واقفه اصورهم بس، وهصور لكم القماش. بس انا عايزه اوريكم لحظه بلحظه احنا قاعدين في السوق ازاي. يعني ده سوق اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله. يعني القماش عنده كله كامل متكامل ان شاء الله. ربنا المستعان في الفيديو ده ما اسيبلكمش حاجه وباين لكم كل حاجه. بصوا بقى انا هبين لكم كل اللي معروض تشوفوه معايا كده. ده كل التشكيل بتاع ال 3 دي. اللي ورا ده مش 3 دي، ده قماشه من عند الجيران اللي ورا، قماش تنجيد عشان محدش يركز عليها ويعلم. ماشي، ده قماش ال 3 دي اللي ب 35 جنيه. كل بيسأل يا دعاء ليه ب 35 جنيه؟ والله يا جماعه انا مش هقول للتاجر حط جنيه او 2 جنيه او 7 جنيه، هو حر، هو ادرى ان هو يحط كام هامش ربح على القماش. فالحاجه دي تبع كل تاجر. يلا بقى شوف هتعمل ايه كده معانا، تفرد ايه؟ هاتي هيفرح هيقول لك زي ولاد دريم وبلا غنى عنها طبعا، موجوده في البداية وموجوده في الكوفرتا. الكوفرتا اللي هي ب 40 عندك. ايوه والملايه ب 35. عايزه من الكوفرتا تاخدي، عايزه من الملايه تاخدي. امسك برضه مسكت يا عيني عمالي ماسكني قماشه. لا عشان الناس كتير كلموني والله العظيم انا بينت لهم، انا عملت فيديو في الاثر وبينت لهم من خامتين. غير منها 5 والله، غير ان في ناس بياعين معايا كلموني. بس لا والله لا الخامه باينه. ما انا مش انا جيت في فيديو من الفيديوهات وقلت لك يا شيخ في ناس بتقول ان انت مدخل الستال في وسط ال 3 دي، قلت لي طب تعالي ندخل كده نشوف القماش ونشوف العروسه والعريس وبقالها كتير جميله ما شاء الله. لا جميله والله، سالت عليها اكتر من 50 مره العروسه والعريس. حلو جميله. يلا يا شيخ يا اصفراطه. الاصفر ده جميل قوي، كنت عايزه ابينه. جميل. عايزه ايه طيب؟ بص اهو لسه بنقطع الشريط اهو، لسه بنقطع الشريط. جاكور اهو، جاكور اهو، وامسكي الخامه. امسكي الخامه. ايوه خلاص عرفنا. نمسك الخامه وقطعنا الشريط. خلاص من غير ما نمسك الخامه بقى. والله على قد ما اقدر ببين لكم القماش بقى. معلش على الاصوات دي، بس انتوا عارفين ان النهارده الخميس، كل سنه وانتم طيبين، وده اخر خميس قبل رمضان، والخميس الجاي ان شاء الله بعون الله هيبقى رمضان. لا بتهرج، اول يوم كل الناس بتفطر عند اهاليها. انا فاتح ان شاء الله. انت والله العظيم هتفتحوا اول يوم رمضان؟ طبعا هتفطروا هنا؟ انا والشيخ محمد بس ان شاء الله. بس ما حدش هيجي يا ابني، كل الناس هتفطر مع اهاليها. ده اخر الاسبوع برضك عشان الناس. ايوه ده اخر اسبوع، ومن هنا لغايه يوم الخميس صدقوني مراتاتهم مش هتنزلهم. البط اللي بيتعمل اول يوم رمضان البط اللي بيتعمل اول يوم رمضان ده مين اللي هياكله؟ احنا اهم حاجه اكل عيشنا قبل اي حاجه طبعا. كل سنه وانتم طيبين. ما شاء الله دي الابليكه يا جنيفه كل شويه امسكي الخامه. طيب ماشي خلاص مسكنا الخامات اهو. حلوه قوي قوي اللي عليها فراشه دي، جميله. ده الظهر بتاعها، ده الوش. الرسمه دي كانت في العمريه، نزل منها دلوقتي الارضيه اللي لونها سكري او بيج اهو. الاول كانت نازله الارضيه بيضه، كانت نازله في العمريه وبعد كده في ال 3 دي وبعد كده في الجلاس وبعد كده اختفت خالص. مختلفه، جايه مختلفه شويه والله، جايه اتقل شويه للامانه. لا هي ناعمه بس مش خفيفه. هي ناعمه بس مش خفيفه للمصداقيه يا جماعه. والله العظيم ربنا يعلم انا رجلي دي وجعتني من كتر اللف عشان خاطر اوصل لكم المعلومه صح. وفي ناس كتير قوي من المحافظات كلمتني، ربنا يكرمهم يا رب، عمالين يدعوا لي على الجولات اللي انا بعملها ما بين الازهر وما بين التجار عشان ابين لهم الخامات والاشكال. فربنا يرضيهم كل خير. يعني شيروا لاصحابكم اللي بتخيط زيكم عشان يستفادوا ويجيبوا برضو من المكان دوت القماش، عشان ما حدش يضحك عليهم برضو يا جماعه بالله عليكم، عشان محدش يضحك عليهم. شحن لجميع المحافظات، عندهم شحن لجميع المحافظات، وارقام تليفونات هسيبها لكم على الشاشه، والتليجرام هسيبه لكم في صندوق الوصف اللي تشوفوا الرسمات اللي انتوا عاوزينها ايه، وتشوفوا العدد بتاع الرسمات وعدد الامتار، وتقولوا له اشحن لنا عدد الامتار من دي مثلا 5، من دي 10، من دي 6، على حسب القصه اللي انت هتقصيها. تمام. وبالنسبه للناس الجدد اللي بتشوف الفيديو، في ناس بيقولوا لي ده قماش ملابس، ده مش قماش ملابس، ده قماش ملايات، وده عرضه 2 متر 40 زي ما انتم شايفين. الابله دي خدت متر ونص، قالت لي انا محاسبه على الشغل الاولاني. اخر رسمه نازله في ال 3 دي، واللون ده بس كشمير غامق. كان نازل منها الاصفر. تعالى خد فلوسك. ودي لسه نازله برضو جميله قوي، دي كشمير غامق لذيذه وتدخل معاها الاصفر، واللون ما يتدخل معاها، تعمل لها زيق بس كده اصفر. هقول له خد دي بايه، بلاش زيق.
هيعلقوا على زي. انا عارفه. لا انا اللي بقول زي، فهم بقولها هيعلقوا على زي. دي جميله قوي الرسمه دي، توم وجيري. هو حتى حاططها هنا اهي. بص عليهم بقى كده في بكام؟ بص عليهم في الارض. عشان الراجل ده ايه جايته الرسمه دي اللي عملت منها والله العظيم كذا طقم تحفه. يا رب افتكر احطها لكم على الشاشه تشوفوا الرسمه بتاعتها، جميله جدا لما عملتها، وبعد ما خلصت طلعت تحفه. بصوا دي دوره في اللي عليها ارنوب، في الارنوب اللي حوالين بستان ورد، بطوط زي ما انتم شايفين، الحصان، في رسومات كتير على فكره يا شيخ من الاطفال مش موجوده. مش متعلقه، مش لكن موجوده. مش بتاع كله تحت هنا. يعني اللي هو الحصان الاسود موجود، كله موجود. في منه الازرق، في منه اهو الكحلي، ده كحلي، في بقى منه اسود برضو. انا كنت عاملاه على اسود مش على كحلي. لو افتكرت احط لكم الشاشه، احاول بكل رسمه كده من الرسومات دي احط لكم قصه بحيث ان انتوا تشوفوها وهي مفروشه على السرير شكلها عامل ازاي وبكورنيش عامله ازاي. تمام. دي برضو شكلها جميله قوي لما طلعت بكورنيش، بس مش انا اللي عملتها، والله استاذه على الجروبات بس انا ما اعرفش اسمها. تمام. دي برضو حلوه قوي جميله. الزرافه اهي جت ما شاء الله. كل ده كده شغل جديد. مره واحنا واقفين كده اهو. ورينا الكوفرتا. ورينا الزرافه جت اهي، فخدتش منها انا المره اللي فاتت. اخر قطعه موجوده. لا بالله عليك. والله يا خساره. دي كوفرتا بقى متر 40. دي كوفرتا. بصوا الناس اللي بتحسن دي كوفرتا. بصوا هي بعد الغسيل بتنعم شويه، يعني مش يعني بتبقى عامله زي الملايه بعد الغسيل، عشان محدش ياخدها كوفرتا ويتغطوا بيها، لا خدوها كملايه. دي الاشكال بتاعتها، دي الاشكال بتاعتها اهي. تمام. واللي عليها فستان اهي والشنطه بتاعتها. ودي الرسمه اهي بتاعت الاطفال دي. اللي عليها بطيخ دي برضو جميله بيضه، دي تحفه قوي. ودريمه اهي اللي احنا قلنا لكم عليها في السري دي موجوده في البيكا الكوفرتا. ده كده 40 والسري دي 35 اطفال او كبير. نخش بقى على العمريه. بالنسبه للساده يا جماعه، الساده ده في الجزء بتاع السري دي برضو بنفس السعر 35 جنيه. الوانه حلوه قوي. اللون ده ايه اللون ده؟ بامبا بودره. بامبا بودره. ده بامبا بودره خالص ما شاء الله. الوانه كلها موجوده زي ما انتم شايفين اهو. كل دي الوان. الاسود اهو كمان، اللبني لسه كانت بتسأل. اللبني الاحمر هنا زاهي عن اللي كان نازل عامل زي ميه البطيخ. ده فشتكه، ده جراي فاتح، ده كشمير، ده جراي غامق اهو، ده ليموني لبني ابيض رمادي غامق برضو سنجاني. لا الوان كتيره ما شاء الله ب 35 جنيه. نيجي عند السري دي المصريه. يا رب المصريه. نيجي عند المصريه. هي المصريه كام؟ 4؟ المصريه 4؟ 34 المصريه. الناس بيقولوا عليها قطن، انا ما اعرفش ازاي. يعني انا بستغرب قوي ان في ناس كتيره جيراني يمشوا الشغل ده على انه مش قطن. دي عياشي. دي عياشي يا شيخ صح؟ دي عياشي. سبحان الله الخامه دي يعني امسكها من وسط 1000 واعرفها من كتر ما انا اشتغلت فيها. بصوا انا قلت قبل كده ان السمك بتاعها ارفع من دي اتقل، دي اخف، بس تحسي انت شغاله في عمريه، يعني عمريه اضربها. وادي فشتكه بطيخي ده لونه جميل قوي. سيبكوا من جي عامله زي الستانه كده شويه. ده السكلمه. دي الوان ايه؟ المصريه ب 34 جنيه والعياشي ب 34 جنيه. الستان بقى يا شيخ كان دول اخر حاجه عندي كده ان شاء الله، وفي منهم حاجات 4 الوان. 4 الوان. المتر بتاعها عامل 60 جنيه. عامل 60 جنيه. متر و80 سم. السكري والسيمون والرمادي والنبيتي. والتاني دوت برضه ب 60. اللي هو الجرجار. ده عامل 60 برضو. ده عامل 60 برضو يا جماعه اهو. حلو قوي قوي. وده المطرز اهو. بالنسبه للناس اللي اول مره تشوف قناتي، بالله عليكم تحطوا لايك وسبسكرايب للقناه، لو لسه اول مره تشتركي في قناتي فعلي الجرس. ده كام المطرز؟ 50 المطرز. 3 الوان. اخر 3 الوان نميز الواناتهم ان شاء الله. كافيه، كشمير، رمادي. تعالوا نخش بقى على العمريه. بصوا يا جماعه الفرشه بتاعته ما شاء الله كبيره، يعني زي ما انتم شايفين واخده مساحه كبيره
كبيره جدا. ال 3 دي المنقوش في الوش كبير قصدي. الاطفال الناحيه دي جزء خاص بقى للعمريه، وتعالوا نشوف بقى الجزء ده اللي فيه العمريه. هو العمريه ب 55 زي ما احنا. اي شكل مرقوش ب 55 جنيه. في جنب عاملين فيه بردك عرض. العرض اللي هو كان ب 40 تقريبا. لا دي حاجه تانية غيره. حاجه تانية كمان. ماشي نشوفها دلوقتي. يعني كده احنا الاشكال دي كده الاشكال دي ب 55 جنيه العمريه. انا مش هنفرد انا والشيخ احمد بالذات عشان الزحمه اللي انتوا شايفينها دي، مش هنفرد. بس انا هسيب لكم التليجرام في صندوق الوصف، ادخلوا عليها تشوفوا كل اشكال العمريه دي مفروده. تمام كلها اشكال مفروده. لحد هنا بقى ده ايه؟ لحد هنا عمريه. ده بردك ده اللي عليه عرض. ده اللي عليه عرض ب 50 جنيه. ده ب 50 جنيه. يعني الشكله دي كده ب 50 جنيه عمريه. ماشي بس ب 50 جنيه. 50 جنيه عليهم عرض التشكيل ده بس. تمام. والجنب بقى اللي كان هنا ده وصورنا فيه قبل كده خلص بفضل الله، وفاضلش منه غير كام حته حطيناهم في العماله برضه. لا اله الا الله. يعني كل دوت حطيته في 3 دي. يعني ده ب 35 دلوقتي. لا ابو 35 هناك. هناك الجنب. طب والجنب ده 55 برضه. ده 55. طب ورينا كده ابو 35. يعني انت حاطط حاجه عمريه في 35 وما تقوليش ميكرو فايبر، حاطين ميكرو فايبر. طب ما تورينا ميكرو فايبر. ده التشكيل اللي انا صورته قبل كده خلص. بصوا يا بنات التشكيل اللي انا رايحه له اهو، اللي هو بتاع بعد اذنك يا استاذه، اللي هو ميكرو فايبر عامله في وسط ال 3 دي يعني ب 35 جنيه. بس طبعا اللي سبق اكل النبأ بالنسبه للناس اللي خدت من التشكيل اللي احنا كنا منزلين السعر بتاعه كان على 40 فخلصوا. فاضلش غير الاشكال دي فقط لا غير اهم. همشي عليهم كده واثبت الكاميرا عليهم. دول كده اللي ب 35 جنيه ميكرو فايبر في وسط ال 3 دي دلوقتي. يعني انا اطولك ازاي انت؟ بسم الله ان شاء الله. دي جميله. بصوا يا بنات دي جميله اهي اهي. دي حلوه وفي زباين كتير ورقيقه دي وميكرو فايبر اهو. هي ناعمه لحد ان شاء الله بس عمرها ما توبر. وب 35 جنيه في وسط ايه بقى؟ في وسط اللي احنا فيه ده. الله المستعان. الله العظيم جميله ما شاء الله. اللهم بارك. جميله الرسمه دي حلوه قوي هاديه. عندي ساري. بصوا يا بنات اخر حاجه دلوقتي هصورها لكم اللي هي الكنارات. تمام. الكنارات عنده الفرزاتشي اللي ملسوع من الجنبين اللي بيتقفل بنظافه. كل الكنارات دي متقفله، تيجي تقفلها بنظافه ملسوعه من الجنبين. تمام. هو المتر بتاعها ب 10 صح؟ بقى اي حاجه قطط مش قطط كله بقى ب 10. كله بقى ب 10 جنيه. قطط او غير قطط كله بقى ب 10 جنيه. بصي دي بنبيعها ب 25. تمام. والله عرضناها اكتر بفضل الله. بقت دي 15 سم بدل 10 سم وب 20 جنيه. وب 20 جنيه ونفس الخام. ونفس الخام. وده عرض بقى. وده عرض محدوده. اللي كيس عنده ب 20 جنيه. ادي العرض. عريضه اهي ما شاء الله ب 20 جنيه الكيس. ب 20 جنيه. حلو الكلام ده. بتاعت الكوفرتا ب 20 جنيه. ب 20. وده ده التوب 6 متر. 6 متر بكام؟ ال 5 سم. التوب عامل 110. 110. في الرسمه دي من فوق كده وفي الرسمه اللي فوق دي. والاثنين بنفس السعر. الاثنين بنفس السعر. ماشي. والبجعه؟ البجعه 130. ب 130. بالنسبه للناس اللي سالتني عنها اهو متوفر عنده اهو. متوفر عندك الوان ولا هو اللونين دول بس؟ بقى الرصاصي وفي كحلي وفي كشمير وفي معرفش الوان تاني والله بس مش مطلعينها. تمام. السرقه بس. ماشي. والجبلان بكام يا شيخ؟ الجبلان 65. 65 الكبير؟ اي شكل 65 الكبير. والفل ب 40. والفل 40. والاباليك دي ولا دي بالكبير بتاعها؟ دي الابليكه دي ب 12 جنيه ونص والطوب بتاعها عامل 90. عامل 90. تمام. وده نفس النظام. نفس النظام برضو بس الوان. ماشي. 12 ونص و90. ماشي. القطة المتر ب 10. القطة المتر ب 10. جميع الالوان. قول لنا يا راجل. جميع الالوان البني والاخضر واللبني والاصفر شبهه. كل الالوان. كل الالوان. طب انا عايزه اعرف اللون ده ايه لو سمحتي. اللون ده هنذاكر. برتقالي. تعرفيش تقولي اورنج؟ قولي اورنج. عسل عسل ما شاء الله. اصفر، لون بني، لون كشمير، لون برضو بني زيتوني. قلنا اللفه دي ب 40 جنيه. وشوفنا الجنزاري. تمام. كل الالوان بتاعت الشرايط دي على المتر بكام؟ ب 10 جنيه. ب 10 جنيه.
ماشي ورينا القطة. انت معجبة بالقطة دي يعني؟ ماشي. انت مدارية وشك بيها ليه طيب؟ التمانية بكام يا أستاذة رضوى؟ بكام؟ التمانية ب80 جنيه، الواحدة ب10 جنيه. نقفل الفيديو على كده ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واديكم شايفين الشيخ محمد والشيخ أحمد مش باينين خالص، ويا ريت تحط لايك وسبسكرايب للقناة. كل سنة وانتم طيبين وكل متابعيني طيبين بمناسبة رمضان. يقعد عليكم وعلينا يا رب الأيام كلها بخير، والله أعلى وأعلم هتشوفوا الجوالات دي في رمضان ولا لأ، وربنا يعيننا ويعينكم.